سموه بابا المجال، ورغم صغر سنه قدر يعقد صفقات كبيرة ومن العيار التقيل لصالح شركته، وقدر يأمن على مصانع وشركات كبيرة ومخازن أدوية بملايين الملايين. حكاية خبير التأمين أشرف إسماعيل رمضان اللي شق طريق النجاح من تحت الصفر، إزاي اتشهر وإزاي بقى من أفضل مسوقي التأمين في مصر. أسرار كتير وحكاية نجاح هنعرفها في الفيديو ده. بدايته كانت صعبة ومليانة تحديات علشان كان سنه صغير ومغترب وما يعرفش حاجة في القاهرة وما عندوش خبرة في التسويق وما يعرفش معلومات عن التأمين. رغم كل اللي حواليه راهنوا على فشله، إلا إنه راهن على نفسه وقال بكرة تشوفوا أنا هبقى فين، واعتمد على الله وعلى رضا والديه. كلامنا هنا عن أشرف إسماعيل رمضان، أفضل مسوق التأمين في مصر اللي اسمه بقى براند وبقى مصدر ثقة للناس والجمهور، وسموه بابا المجال من شطارته. أشرف شخص نشيط جدا وطموح وعنده إصرار غريب على النجاح، اسمه كبر في السوق وبقى مصدر ثقة للجمهور، أطلقوا عليه بابا المجال. قدر يعمل في 15 سنة إعجاز، وأرقامه هي اللي بتتكلم عن نفسها. أشرف رغم إن سنه صغير لكن خبرته كبيرة علشان يشتغل في المجال من بدري جدا لحد ما بقى من أفضل مسوقي التأمين في مصر. بدأ أشرف يجمع معلومات عن مفهوم التأمين وأهميته للفرد والمجتمع، ويدرس بعمق وثائق تأمينات الحياة. وبعد ما فهم كل تفصيلة فيه وحفظ شروط الوثيقة زي اسمه، بدأ ينزل يسوق الوثيقة في كل مكان. كان بيشتغل 15 ساعة في اليوم، بالنهار يدخل الشركات والمقرات الإدارية والهيئات الحكومية، وبالليل كان بينزل العيادات ومكاتب المحامين واخدها كعب داير، يعني زي ما بيقولوا بكل بساطة. في بدايته ما كانش عارف يتكلم كلمتين على بعض لأن سنه صغير وما عندوش خبرات أو علاقات مع حد، بس من كتر الزيارات ثقته في نفسه زادت وبقى بيتكلم زي اللبلب. قعدته مع العميل كانت مليانة ثقة واعتزاز بالنفس، أصله بينتمي لشركة كبيرة ليها اسمها وسمعتها. أشرف ملامحه طيبة ووجهه فيه القبول وباين عليه إنه ابن ناس طيبين، فكان العميل بيطمن له وبيسمعه. وقدر خلال 40 يوم شغل إنه يعمل أكتر من 700 زيارة، بس ما توفقش في أي طلبات منها، لكن ما يقش وكان عنده إصرار إنه يكمل. بسرعة فكر إنه يسافر شرم الشيخ يسوق التأمين هناك، لأنه اشتغل سنة في فندق 5 نجوم قبل ما يشتغل في التأمين. وفعلا سافر ووصل الفندق وقابل زميله والناس اللي عارفاه وبتثق فيه، شرح لهم وثائق التأمين اللي معاه، وبفضل ربنا رجع من أول سفرية قدر يعمل من خلالها 16 طلب تأمين مرة واحدة ومبالغ تأمين كبيرة، ودي كانت بدايته القوية في الشركة. ما اكتفاش بكده، واللي وصله لما رجع ما أهملش الزيارات اللي عملها في القاهرة، وناس تانية تعاقدت معاه على طول. اهتمام أشرف بعملائه وقربه منهم قدر يبني بينه وبينهم جدار من الثقة، وده خلى عملائه يبقوا سفراء ليه ويتكلموا عنه بكل ثقة مع الدوائر المحيطة بيهم. خلال 6 شهور أرقامه في الشركة أبهرت الجميع، إدارات فنية وقيادات كبيرة، ودي كانت بدايته في تأمين الأشخاص. بعد فترة بدأ يدرس التأمينات العامة ويتعمق فيها، وخصوصا تأمين السيارات الشامل، وبدأ يتعاقد مع معارض سيارات لجلب عمليات تأمينية سريعة لشركته. كل عربية منهم بتتباع المعرض بيبلغوا العمل التأمين بتاعها، واستمر معاهم حوالي 10 سنين. في 2018 ربنا رزقه بأول مولودة سماها مريم، وكانت حقيقي قدم السعد عليه، لأن بعد ولادتها ربنا رزقه بفكرة جريئة وجديدة من نوعها، التسويق الإلكتروني للتأمين. درس الفكرة كويس جدا وعرف كل تفاصيلها وبدأ ينفذها، وبدأ فصل نجاح جديد في حياته. هو أول من فكر في تسويق التأمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والفكرة فرقت معاه جدا. الفكرة جابت شغل كويس جدا، وهو وقتها كان قادر إنه جاهز فنيا وإداريا لاستقبال الشغل ده، وقدر يديره بكفاءة عالية قوي. ومن هنا سموه بابا المجال، ورغم صغر سنه إلا إنه عقد صفقات كبيرة من العيار التقيل لصالح شركته، وقدر يأمن على مصانع وشركات كبيرة ومخازن أدوية بالملايين. 15 سنة كانت كافية إنه يعمل إعجاز في مجاله. دلوقتي بيدير محفظة كبيرة بالملايين بكل ارتياحية، اسمه في شركته زي الذهب وسمعته سابقاه، وكل القيادات بتدعمه وبتثق فيه من نظافة شغله السليم والمضمون، لأنه قدر يبني جسر عظيم من الثقة بينه وبين عملائه. عمل أكتر من لقاء تلفزيوني وليه أكتر من مقال صحفي، وبقى مرجع لجمهور التأمين في مصر كلها. في النهاية قصة أستاذ أشرف إسماعيل تتاخد كمثال للشباب اللي بتبدأ حياتهم. الدنيا مش وردي، الدنيا عايزة سعي واجتهاد، والأهم من كل ده هو الصبر، وتأكد إنك هتوصل بإذن الله.